اندرسون يعلي واحدة عالية في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها براسه، كانت صعبة عليه، حاول معاها والكرة إلى خارج أرضية الملعب وفيها راية مرفوعة، تسلل ضربة حرة غير مباشرة. كايسيدو هرب كايسيدو، يا ولد يا كايسيدو، ويصفر المرة دي مع راباليني، فيها خطأ ضربة حرة على ألفارو غونزاليز من نصيب فيليب، فيها خطورة الأبهى. وهنا سعد بجير ونواف العقيدي رجعت على طول عند أمين عطوشي يتقدم مبكرا لمصلحة أبهى. 1-0 من بدري أمين عطوشي يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي أبهى في الدقيقة 6. 1-0 هو أمين عطوشي اللي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 6. 1-0 في الدقيقة 6. أمين عطوشي أو أمين تسعطوشي كما يطلقون عليه هنا. راباليني بعد العودة للفار، راباليني بيقول الكرة تسلل، بيقول الكرة راية مرفوعة وتسلل، وبيلغي الهدف الأول اللي كان سجله أمين عبد الرحمن غريب، يلعبها عالية غريب، محاولة تاليشكا براسه لسه ما خرجتش لعبد الإله العمري، ولكن هنا زكريا سامي ويصفر راباليني. خطأ ضربة حرة من نصيب نادي أبهى، خطأ وضربة حرة من نصيب نادي أبهى في اللقطة الماضية. غريب مع الكرة لتمريرة أمامية، وهنا المحاولة رونالدو، ولكن من أمامه سعد ناطق وحكم المباراة بيقول العب. رونالدو كان رايح لكن سعد ناطق طلع من تحت الأرض ونطق وخد الكرة من قدامه وطلعها إلى رمي التماس. مرة ثانية محاولة من اليمين، عبد الفتاح آدم، ولكن التسديدة من أحضان نواف العقيدي. فارو غونزاليز نزلت عند سعد بجير، هنا الخطورة هنا عبد الفتاح آدم اللي بيسجل وبيرفض انه يحتفل. دفاع النصر يكبد النصر ثمنا غاليا، هدف أول عن طريق عبد الفتاح آدم. 1-0 3 من لعيبة أبهى على 5 من لعيبة النصر، وينجح عبد الفتاح آدم في الدقيقة 26 في التسجيل من قذيفة داخل المرمى. 1-0. شوف الكرة والعودة من سعد بجير، وهنا المرة دي التسديدة اللي على يسار نواف العقيدي، والفارو غونزاليز من قبل الكرة دي وهو عمال يقول للمدافعين وللأظهرة غطوا أمنوا قفلوا، ولكن عبد الفتاح آدم يسجل. سعد بجير يا ولد حطها من الجانب الايمن، سلطان الغنام يلف الركنيه العاليه والراسيه، لسه محاوله عند عبد الاله العمري، ولعب البينيه الحلوه لسعد سلولي يلعب بينيه، يا راجل لكن وصلت ثابت 32 متر تقريبا. وسعد بجير خبطت في الحيطه، ولكن نواف صديقي اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب. يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب، لكنها خبطت في المدافع وغيرت اتجاهها والى ضربه ركن. محاوله عند عبد الاله العمري اللي لمس براسه، لكن نزلت عند كايسيدو بينيه حلوه عند ادم، ولكن في النهايه الفار على القائم الثاني وصلت عند سلطان الغنام. فيها خطوره العرضيه، فيها خطوره والتسديده من غريب، لكنها عليت عن العارضه والى ضربه مرمى. ما شاء الله من ابرز المراره حلوه عند رونالدو، هرب رونالدو، عرضيه من رونالدو ومحاوله عبد الرحمن غريب يلعب الركنيه العاليه، محاوله بتنزل عند الفارو غونزاليز اللي بيهيئها الى لويس جوستافو يلعب كره عاليه حلوه وصلت عند كونان، هيرجع لجوستافو، رجع عند لويس جوستافو، عرضيه رونالدو براسه، ولكن في النهايه سهله عند ديفيز إيباسي اللي يمسك الكره بكل هدوء. رونالدو حاول، ولكن في النهايه شوف العرضيه حلوه من جوستافو، ولكن الرأسيه ما كانتش قويه من رونالدو. وفي النهايه ديفيز إيباسي سيطر وبجواره، لكن بص الكوره جوه المنطقه، غريب لعرضيه من غريب لتاليسكا، يا لعيب لكنها بمحاذاه القائم الايمن. اول كوره خطيره بعد 15 ثانيه، عرضيه روعه من غريب، قابل معاها باكورد اندرسون تاليسكا، لكنها على يمين إيباسي والى ضربه مرمى.
سعد ناطق وعطوشي في منطقة الدفاع، ادريس صديقي مع زكريا سامي مع سعد سلوك. قد جزاء ابها غريب وبجواره غسلان كونان، وغريب يلف الكرة العالية، وهنا المرة دي الابعاد من جوستافو من الجانب الايسر لعرضية عالية عالية، الباس طلع نزلت لتاليسكا ولكن ما سيطرش عليها، وسلامات لمحمد مران واستدعاء للجهاز الطبي. سلامات ده عبد الاله العمري، سلامات ديفيز إيباسي توقيته في الخروج للكرات العرضيه مش مظبوط قوي، لكن الابعاد رجعت في اليمين الى سلطان الغنام، على الارض الى رونالدو يسدد لكنها عاليه والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. 52 دقيقه تتحدث عزيزي المشاهد عن 7 قطع. يضغط الخيبري الى مران بينيه حلوه لغريب يا راجل عندك زاويتين يا راجل، لكن يسدد وديفيز إيباسي هو اللي يتصدى لها ويمنع هدف محقق. يا ولد يا خيبري ويا لعيب يا مران، حلوه من غريب العمري، ترجع الى زكريا سامي بينيه حلوه يا لعيب، ولكن نواف العقيدي، والمره دي غسلان كونان لسه الخطوره ويطلع يمسكها نواف العقيدي، ومطالبه بركله جزاء من سعيد اليامي، لكن حكم المباراه بيقول العب الى كرة طويلة لكنها لخارج الملعب والى رمي التماس. الاثارة دي عليها على يمينه سلطان الغنام، لعب الكرة الى سلطان اللي ارسل عرضية عالية حلوة، رونالدو براسه غريب يلعب كرة طويلة عالية، تاليسكا استلم تاليسكا مرة بعرضية، لكن قافلين المرمى لعيبة ابها مش عايزة تخش للنص، لكن إيباسي في الاولى وفي الثانية ينجح سعد ناطق والى ركنيه. شوف لسه كنت بقول لك حلوه لسلطان الغنام استلم الغنام عرضيه عاليه القائم الجانب الايسر الى غسلان، عرضيه من غسلان لكن عطوش يطلع، نزلت لجوستافو ياخدها على الطاير لكنها بعيده عن المرمى والى ضربه مرمى حلوه من لويس جوستافو. لو عدى لعب بينيه حلوه لسعد بجير، ولكن غسلان كونان والكره الى ضربه ركنيه من نصيب ابها. من جوستافو الى تاليسكا لعب الكره لرونالدو، وسع رونالدو رجعت لتاليسكا، يا رونالدو لتاليسكا تاني، لكن هو سدد رجعت لتاليسكا. وشوف هنا المشجع النصراوي بيقول لك فيه ايه. مران يلعب عرضيه عاليه، مران عدت من قدام رونالدو والى ضربه مرمى، عدت رونالدو من مسافه بعيده، رونالدو يسدد، صاروخ ماديرا يسجل بضربه حره مباشره. والله زمان يا رونالدو، صاروخ ماديرا يعيد النصر من جديد الى الملعب. رونالدو 1-1 قعد يحاول في كاس العالم انه يجيب من فاول ما تظبطش. وهنا في الفار في راباييني بعد ان شاهد الفار بيقول ركله جزاء للنصر. تاليسكا وإيباسي، روح النصر تعيد النصر الى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي رونالدو وتاليسكا، 2 النصر 1 ابها، وهدف ثاني عن طريق تاليسكا. اسمع احتفال حفلة مرسول بارك برعاية تاليسكا بالهدف الثاني.